واخرتها يا راوية في ايه يا ماما؟ هنرد على الناس نقول لهم ايه؟ انا عارفه بقى. عارفه ده ايه يا بنتي؟ يكونش عاجبك حالك كده؟ لا منك متجوزه ولا منك حره. وايه بس اللي اعمله؟ مادام محسن مش قادر يأجر شقه مناسبه وظروفه مش مساعداه، مفيش داعي يربطك بالشكل ده. ولا يعني كل اللي يخطب واحده بدبله واسوره يربطها جنبه كام سنه؟ لازم نشوف لنا حل. اطمني يا ماما، انا كمان قلت له كده، طلبت منه انه ما يشوفنيش. اهو كده يا حبيبتي، طمنتي قلبي. هو يعني اللي خلقه ما خلقش غيره؟ انا كمان زهقت. ليكي حق يا بنتي، يعني اتكل على الله وابعت لجماعه. ماما بقول ما تستني شويه لحسن بعدين يطلع مقلب راخر. مقلب ايه؟ ده بيقولوا عليه متعلم كويس قوي وصاحب مركز. طب ما محسن متعلم ومركزه كويس. بس محسن ما عندوش شقه تمليك زيه. ايه رايك؟ الله، يعني سكتي ما بترديش؟ يا بنتي فوقي، مصلحتك ومستقبلك فوق كل حاجه. بس يا ماما اسمعي، احنا هنخسر حاجه لما نبعت لهم عشان يجوا؟ نتكل على الله ونبعت لمحسن شبكته، ويا دار ما دخلك شر. خلاص يا ماما اللي تشوفيه. مبروك مبروك، ألف مبروك يا راوية. الله يبارك فيك يا نين. ربنا يتمم بخير يا عادل. الله يحفظك يا طنط ويقدرني على اسعاد راوية. في الحقيقة عادل وراوية لايقين لبعض خالص. صحيح، كل شيء نصيب. أنا أول ما شفت راوية دخلت قلبي على طول، وقلت لعادل ابني مفيش غير هي دي اللي هتريحك وتحبك. صبرت ونلت يا ابني. القلوب عند بعضها يا ست ام عادل. انا الاخرى لما شفت بسلامته عادل دخل قلبي على طول. الله يخليك يا طنط، القلوب عند بعضها. المهم بقى، هنكتب الكتاب امتى؟ مش هنتاخر كتير، بمجرد ما يكمل العفش. لا ما تشغلوش نفسكم، العفش مش مشكله. مش مشكله ازاي؟ اتجوز بجهاز ناقص؟ لا يا راوية مش قصدي، الجاهز يسد والباقي انا هكمله. ما كفايه عليك يا ابني مصاريف الشقه. ان كان على الشقه طنط فالبركه في ماما، ما خلتنيش احمل همها ابدا. اول ما اتنقلت مصر باعت البيت بتاعها اللي في البلد واشترت لي بثمنه الشقه دي. مش خساره البيت ولا خسارة ولا حاجة يا بنتي. أنا كل اللي يهمني أشوف عادل ابني حبيبي متهني ومرتاح. يا ريت الامهات كلها زيك. ده ابني الوحيد يا ست مجيدة، ابني اللي طلعت بيه من الدنيا.